السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة ما عملناش قبل كده، جربوها هتعجبكم. أنا جربتها عجبتني قوي وهعملها تاني لأنها عجبتني وعجبت الولاد. ده رز ومكرونة. الرز عاملاه بطريقة جديدة، والمكرونة بعملها زي ما بعملها كل مرة، بس كانت جميلة لأن أنا عملتها المرة دي بالفراخ. أنا كان عندي صدر فرخة واحدة بس والله كفة، وكانت طريقة جميلة جدا. جربوها تعجبكم. هقول لكم اول حاجه عملت ايه. دول حلتين، حله فيها الميه عشان اسلق فيها المكرونه، وحله هحط فيها الفراخ. حطيت شويه زيت وحطيت الفرخه، قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مكعبات، وحطيتها في الزيت وقلبتها في الزيت عشان اغير لونها. وبعدين حطيت عليها الاضافات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. انا دلوقتي بقلبها في الزيت عشان يتغير لونها بالطريقه دي. ما تنسيش تحط لايك وتعملي اشتراك. ودلوقتي هحط البصلة. زي ما انا معرفاكم ان انا دايما لما باجي اعمل بصل بزود عشان اعين شوية بصل جاهزين لما اجي اشتغل في الاكل، لان انا يوميا تقريبا بعمل بصل وثوم وطماطم. فالحاجات ديت دايما بزود منها. لما اجي اعصر طماطم بزود، لما اجي اعمل ثوم بزود، لما اجي اعمل بصل في الكبة بزود، عشان اعينها في الفريزر تبقى جاهزة معايا وتريحني شوية وانا بطبخ. دي المكرونة اللي انا هسلقها. عملت لها الصلصة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده وغليت. وبعدين حطيت المكرونة بعد ما اتسلقت. ما سلقتش المكرونة قوي، سلقت المكرونة شوية صغيرين، يعني يا دوبك طريت بس عشان احطها في المكرونة وتستوي كمان مع المكرونة. حطيت في الصلصة بتاعت المكرونة بابريكا وفلفل اسود وبهارات، وظبطت الملح. ويا ريت لو تحط شوية سكر صغيرين عشان ما تبقاش حامية على المعدة، وعشان تعادل الحموضة. وقلبت بالشكل ده. الفراخ انا حطيت المكرونة على الفراخ كانت في الصلصة. تقريبا كان نص كمية الفراخ اللي انتوا شايفيني عاملاها كانت في الصلصة، ونص التاني هقولك هعمل به ايه. هنا بقى هعمل الرز حطيت شوية زيت وبصلة. شوفوا بحط البصل في كل حاجة، واديت البصلة لون صفرة كده يعني ما غمقتهاش. وغسلت الرز وصفيته وحطيته عليه، ونقلب الرز كويس ونظبط عيار الرز. والرز ده هنحط عليه شوية برضو بهارات، بابريكا وكاري والبهارات اللي انت بتحبيها. البصلة والبابريكا والكاري والحاجات ديت خلت طعم الرز حلو. انا عملت كوباية رز واحدة مع المكرونة بالفراخ اللي انتوا شايفينها عاملاها من شوية، وعينا جزء من الفراخ بقى هحطه على الرز، بس مش الوقت، بعد الرز ما يتطبخ، بعد ما اغرفه هحطه على الوش. ما تنسيش اللايك والاشتراك. جربي الاكله ده هتعجبك قوي، عجبتنا والله قوي. ده رز مصر عادي مش بسمتي. جربي الرز المصري ما هتلاقيش احلى منه. والاكله استوت بسرعه وغرفتها. هوريها لكم اهي. ده الرز في جنب اهو والمكرونه، وحطيت عليهم الفراخ. كانت تغيير وكانت جميله قوي قوي. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه، ويا ريت التعليقات الحلوه بتاعتكم. وبألف هنا.